من اروع والاد الملوي اللي حضرت في حياتي، كيجي رائع مورق ولذيذ بزاف. غادي نعمروه بالزيتون والسحتر وزويته بلديه، كيجي رائع البنات، ما غاديش تشبعوا منه. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي مورق من داخل، ورقه على اختها داير بحال شكل الرزيزه. كنتمنى حقا انكم تجربوه بطريقتي، وان شاء الله اكيد انه غينال الاعجاب ديالكم. فكنتمنى من الناس اللي كيشوفوا الصفحه ديال وصفات كوزينتي لاول مره انكم تشتركوا في الصفحه وتفعلوا جرس التنبيه باش توصلوا كل جديد. ما تنساوش تخليونا الراي ديالكم في التعليق، وكذلك ما تنساوناش واحد اللايك. جزاكم الله كل خير. وبلا ما نطول عليكم يلا نمروا المقادير وطريقه التحضير. فعلى بركه الله كنحتاجو هنايا جوج سلايف ديال الفينو، تقريبا واحد نصف كيلو، يعني كل زلافه كتعبر ليا 250 غرام. غادي نغربلوهم بطبيعه الحال ضروري باش كنتفاداو هكا شي اوسخ. وغادي نضيف معهم 3 ديال الزلايف ديال الدقيق الابيض، غادي نغربلوه حتى هو مزيان كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد ما غادي نغربلهم غادي نحاول انني ندمج هذا الدقيق القمح او لا دقيق الفينو مع الدقيق الابيض مزيان. من بعد غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر، وراس معلقه ديال الخميره. بالنسبه للخميره البنات يمكن لكم ديروها يمكن لكم تفاداوها، انا بالنسبه لي كنديرها لان الملوي فاش كناكلو كيضرني في المعده. فبالنسبه للناس اللي كيعانيو من المعده اولا من المصار ولا داكشي، فراه ديروا واحد راس معلقه ديال الخميره، فراه ما كيبقاش يضركم. المهم البنات كديروها، كنحاول اننا نعجنوه بالماء العادي اللي كيكون من الصنبور. صافي كنبداو كنجمعوا العجينه ديالنا. اهم حاجه في هذه العجينه انها ما تكونش قاصحه بزاف، في نفس الوقت ما تكونش كتلتصق ما بين اليدين، يعني كيف ما كتشوفوا القوام ديالها بهذا الشكل هذا اللي هو موضح في الفيديو، يعني عجينه خفيفه ولكن ما كتلتصقش باليدين. واهم حاجه هي الدليك، ضروري ما اننا ندلكوها مزيان. ما نقولوش لا غير نجمعوها نديروها في ميكا ولا شي حاجه، لا الملويه البنات راه ضروري كيحتاج شويه ديال الدليك. انا صراحه ضل حيدتهم داك القصعه ودرتو هكا على الرخامه ودلكتو مزيان تبرد فيه جنوني. ايوا وصافي من بعد ما دلكتو مزيان صافي درت عليه غير شويه ديال الزيت باش كنجمع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. وعاد غادي نوضعها في واحد البلاستيك ونخليها كترتاح تقريبا واحد المده ديال نصف ساعه. كل ما ارتاحت البنات كل ما كتطلق وكتجي مطاطيه. شوفوا معايا نتوما غتشوفوا الشكل ديالها ما شاء الله كيفاش ولات مطاطيه، عرفتي دايره بحال شي. مهم شوفوا معايا راه جات واعره البنات. ايوا صافي وكناخذوا هنايا واحد البلاطو كندهنوه بشويه ديال الزيت النباتيه. صافي وكنحاولوا اننا نقسموا العجينه ديالنا على كويرات. انا الصراحه الله درتهم كبارين، يعني بغيتهم يجوا كبيبرين شويه. نتوما الا بغيتوهم صغارين على هذا الشيء على هذا الحجم هذا اللي شاركت معكم يمكن لكم تصغروا، الا بغيتوهم كبر يمكن لكم تكبروا، يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي كندهنوها مره يدينا بشويه ديال الزيت وكنقطعوا العجينه ديالنا. من بعد كندهنوها بشويه ديال الزيت باش ما كينشفناش الوجه ديالها، وضروري نغطوها ونخليوها ترتاح مره ثانيه حتى كتطلق لينا بهذا الشكل هذا. يعني كل ما ارتاحت العجينه ديال الملاوي اولا المسمن فراه كتجي سهله في طريقه التحضير ديالها وكتعطينا واحد النتيجه اللي هي مرضيه. صافي هنايا كما شفتوا خديت واحد نص زلافه ديال الزيت مع تقريبا واحد 100 غرام ديال الزبده ديال التوريق، ذوبتها وخلطتهم مع بعضياتهم. صافي هنايا خديت الزيتون الاسود مع معلقه صغيره ديال السحتر وشويه ديال الزويته بلديه تقريبا غير واحد المعلقه كبيره، طحنتهم مزيان. صافي كنطلقوا داك الملوي ديالنا بشويه ديال الزيت، كندهنوا سطح العمل بالزيت. من بعد كنطلقوا العجينه ديالنا مزيان. نحاولوا اننا ما نقطعوهاش، يعني هي ملي كترتاح فراه ما كتقطعش معكم، يعني غير تحاولوا انكم تطلقوها بشويه راه تطلق معكم بكل سهوله. كنديروا داك الخليط ما بين الزيت والزبده. الزبده كما قلت لكم من الاحسن انكم ديروا الزبده ديال التوراق. صافي وكنطويو داك الجوانب بهذا الشكل هذا. مره كنديروا داك الخليط ديال الزيت والزبده باش هكذا كيجونا مورقين من داخل. صافي وكنحاول انني ندير واحد المعلقه تقريبا هكا ديال داك الخليط ديال الزيت وما نكسروش غير شويه هكا، غير كندهنوهم. وصافي من بعد ما كندهنوهم صافي كنقلبوا جهه على جهه بهذا الشكل هذا اللي هو موضح في الفيديو. صافي نحاولوا اننا نطلقوا العجينه ديالنا مزيان باش ما تبقاناش مجموعه. صافي وكنرجعوا نديروا عاوتاني واحد دهنه خفيفه من داك الخليط ديال الزيتون وكنبداو كنروليو في داك الملوي ديالنا. شوفوا معايا الطريقه، يعني كنبسطوا شويه بيدينا وكنروليو بكل اريحيه، يعني ما نزيروش العجينه ديالنا باش ما كيجوناش مدقسين من داخل. ضروري نروليهم يعني ما نزيروش يدينا وحنا كنلويو فيهم. صافي كنديروها على جنب نخليوها نغطيوها حتى هي بالبلاستيكه باش كتطلق معنا. صافي والعجينه الثانيه حتى هي غادي ندهنوها بداك الخليط ديال الزيت والزبده. صافي كنطويو الجوانب بهذا الشكل هذا. نرجعوا نديروا الخليط ديال الزبده والزيت دائما نحاولوا اننا ندهنوا باش هكا كيجيونا مورقين، وندهنوا بداك الخليط ديال الزيتون والسحتر. صافي وكنحاولوا اننا ندهنوها مزيان. من بعد كنوليو نطويو جهه على جهه بهذا الشكل اللي موضح في الفيديو. الحمد لله كما كتشوفوا معايا طريقه جد سهله مبسطه، يعني الفيديو شرح نفسه بنفسه. صافي كتبداو كتروليو، ولكن ما قلت لكم ما تحاولوش انكم تزيروا يديكم فاش تكونوا كتروليو
روليو غير بشويه راه كترو لكم صافي باش ما تجيكمش مدقصه. كنحاولوا نجمعوا داك الجوانب وكندخلوهم في وسط العجينه صافي، كنوضعوهم انتما كيف ما كتشوفوا. بعد ما كنرجعوا لهم كنلقاهم طلقوا واحد شويه صافي، كنحاولوا نضغطوا عليهم باش هكذا ما كيطيحوناش صافي. كنخليهم على جنب. كناخذوا اول وحده كنا حضرناها، كنكون رديت المقيله ديالي، المقله الثقيله ديال الوجده رديتها كتسخن صافي، وكندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت. من الاحسن انكم تستعملوا كورق ديال الطهي او لا تستعملوا شي بلاستيك غذائي بحال هكا من التحت، وبقاو كتلقوا فوق منه العجينه باش ملي كتجيو تهزوها كتهز معكم بكل اريحيه، ما كتخسرلكمش الشكل ديالها. هانتوما طريقه جد سهله. كدهنوا المقيله ديالكم بشويه ديال الزيت صافي، وكتوضعوا فوق منها داك الملويه ديالكم بعد ما طلقتوها. اهم حاجه انكم ما ترقوهاش بزاف، المهم خليوها شويه، ما تخليوش غليظه بزاف وفي نفس الوقت ما ترقوهاش بزاف، المهم شويه. الطريقه ديال الطهي ديالها فراه كتبقاو تقلبوها من جهه لجهه، يعني ما تخليوهاش حتى كتحمر عاد كتقلبوها للجهه الثانيه، انما كتبقاو تقلبوا من جهه لجهه حتى كتحمر معكم. يعني ما تغفلوش عليها، مره تبقاو تحركوها وتقلبوها باش كتحمر لكم من داخل وحتى من برا، يعني كطيب من الداخل وحتى من برا. وشوفوا معايا ما شاء الله راه كتجي من فوق راه كيتنفخ كيجي غزال البنات. فالمهم انا كنقول للبنات واخا عندي متابعين رجال ونساء كنعتذر منكم، ولكن صافي يعني مشات في لساني، يعني كنبقى نقول هاد الهضره وصافي ما تديوش عليا. المهم هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كان كيتحمر ليا شوفوا راه كيجي مورق. بغيت نحلها معكم بصراحه الله هنايا، ولكن جاني سخون بزاف صافي ما قديتش. حتى غادي نحيدها ان شاء الله وعاد نفتحها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من داخل صافي، حتى كتحمر بهذا الشكل هذا. وشوفوا ما شاء الله كيفاش جات. هذه الاولى البنات. قلت البنات عاوتاني ماشي مشكل. مهم هذه الاولى. شوفوا معايا كيفاش كتجي عفتو محلوله من الداخل ومورقه، راه كتجي خطير بهذه الطريقه اللي حضرتها معكم. كنتمنى حقا انكم تجربوه بطريقتي، وان شاء الله غادي ينجح معكم من اول تجربه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي من الداخل صافي. خليتها على جنب. بالنسبه للكميه الثانيه النص طيبته مزيان، يعني حمرته اللي غادي ناكلو في هذا النهار، والنص اخر درت له غير نص طيبه، يعني خليته غير شمعته. كنشوفوا غير شد راسو كنقلبوا للجهه الثانيه صافي. من بعد كنديروه في المجمد، نهار اللي كنبغيوه كنحتاجوه كنجبدوه وكنوليو كنعاودوا له الطياب، وكيبقى هو كيجي رائع. هذه هي الطريقه ديال الاحتفاظ ديالو. بالنسبه لهذا اللي حضرت معكم طيبته مزيان، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي. كنتمنى حقا انكم تجربوه، وان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش من لايك. الله يرحم لكم الوالدين، وبسلام عليكم فيديو جديد.